أهلا بيكم يا أصدقائي في فيديوهات افتتاحيات الشطرنج. ده الفيديو رقم 3 وبنتكلم في افتتاحيات بدء الملك اللي هي بتبدأ ب E4 E5. الفيديوهات دي من إعدادي دكتور عصام حمود. الفيديو ده هنتكلم فيه عن افتتاح الرايلوبيز اللي احنا بنسميه الطابق الأسباني، وهناخد في الفيديو ده أكتر من دفاع في افتتاح الرايلوبيز: دفاع شتاينتز، ودفاع كوزيو، ودفاع برلين، ودفاع بيرد، والدفاع التقليدي، ودفاع شيلمان. وفي الفيديوهات اللي بعد كده هنستكمل افتتاح الرايلوبز. يلا نشوف الفيديو. هنعود مرة تانية للموقف اللي بيبتدي ب E4 E5 نايت F3 نايت C6. ودلوقتي الأبيض هيختار إن يلعب في نقلته التالتة بيشوب B5، وبنوصل لموقف مشهور جدا في افتتاحيات الشطرنج اللي احنا بنسميه الرايلوبز او الطابق الاسباني. الابيض بنقلته بيشوب بي 5 بيعمل ضغط مستمر على حصان بتاع السي 6 وبيحاول ان هو يكسره، والحصان ده كان المدافع الوحيد عن البيدق بتاع الاي 5 الاسود. وفور اختفاء الحصان ده يقدر الابيض ان هو يلعب نايت في اي 5. الاسود عنده هنا اكتر من اختيار علشان يدافع عن موقفه، يا اما بيدافع عن البيدق ده بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. ومن هنا بنخش في اكتر من خط رئيسي من الافتتاح بتاع الرايلوبز. اول اختيار عند الاسود ان يلعب دي 6، وده بنسميه دفاع شتاينتز. وزي ما احنا قلنا ان لما الاسود هو اللي بيختار النقلة اللي بتميز الافتتاح فاحنا بنسميه دفاع. فالاسود بيلعب الدي 6 اللي هو دفاع شتاينتز، او بيلعب نايت جي اي 7 وده بنسميه دفاع كوزيو، او بيلعب نايت اف 6 وده بنسميه دفاع برلين، او بيلعب نايت دي 4 وده بنسميه دفاع بيرد، او بيلعب بيشوب سي 5 وده بنسميه الدفاع التقليدي، او بيلعب اف 5 وده بنسميه دفاع شيلمان. هنبدأ ناخد كل الدفاعات دهيت واحد ورا التاني، وهنبتدي نشوف فوائدهم وازاي الابيض والاسود بيتصرفوا فيهم. هنتكلم عن افتتاح الرايلوبز اللي هو بيبتدي ب E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب B5. وقلنا ان الابيض دلوقتي بيهدد ان ياخد بيشوب في السي 6 وبعدين ياخد نايت في الاي 5. الاسود بيختار ان هو يلعب نايت جي اي 7 وده بنسميه دفاع كوزيو. الحصان الاسود بيدافع عن حصان السي 6 بس في نفس الوقت بيقفل التعبئة عن فيله اللي على الاف 8. الدفاع ده مفضل لبعض اللاعبين وبيكمل التفريع الرئيسي بتاعه. الابيض بيلعب تبييت دي 6 دي 4 بيشوب دي 7. الاسود وضح اهدافه وهو ان هو مش مستعد ان هو يتخلى عن بدء القوي اللي على الاي 5. بيكمل التفريع روك اي 1 نايت جي 6. الاسود بيستكمل الاحتفاظ بالبيدق بتاعه اللي على الاي 5 وبيجعله محمي باكتر من قطعة. في المقابل الابيض دلوقتي هيقدر ان هو يكسب معقل قوي على الدي 5 وهيلعب
نايت سي 3 نقلة قوية، بيشوب اي 7 نايت دي 5 احتل المعقل القوي المتقدم، تبيت. ولو شفنا الموقف ده هنلاقي ان الاسود في امان، ولكن في حالة من حالات السلبية. ان كنت تحب تلعب الموقف ده بالاسود، فارجع لبعض المباريات اللي هي اتلعبت بالتفريع ده، وشوف الابيض والاسود هيتصرفوا ازاي في مرحلة وسط الدور. هنشوف تفريع تاني من تفريعات الراي لوبيز، اللي هو بيبتدي بالاي 4 اي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 بيشوب بي 5. بنقول هنا ان الابيض بيهدد ان هو ياخد حصان السي 6 اللي هو حامي البدء بتاع الاي 5. الاسود هنا مش بيعنيه كتير ان هو يدافع عن بدء الاي 5، ولكن بيهاجم البدء بتاع الابيض الاي 4 وبيلعب نايت اف 6. والنقلة دي بتدخلنا في دفاع برلين اللي هو منتشر بين اللاعبين كثيرا وبيلعبوه في المسابقات الرسمية. الأبيض هنا بيكمل تبييت. الأبيض بيترك بدءه الإي 4 معرض للأخذ، إنما هو متأكد إن هو سريعا هيقدر يسترجع البدء ده هو مرة تانية. الأبيض من الناحية النظرية المفروض هنا ما يلعبش نقلة زي الدي 3، علشان الأسود هيرد ببيشوب سي 5 نقلة قوية، علشان الأبيض هيحتاج يلعب الدي 4 في وقت من الأوقات علشان يوصل للتفوق. يبقى احنا قلنا هنا الأبيض بيلعب تبيت، بيرد الأسود نايت في اي 4، وبيرد هنا الأبيض بنقلة قوية دي 4. ودي النقلة اللي كان عاوز يلعبها الأبيض، وفكرته إن هو بيستغل وجود الملك الأسود في المنتصف وبيحاول إن هو يفتح العمود الإي. بيكمل دفاع برلين بإن الأسود بيلعب نايت دي 6. طبعا الأسود لو ملعبش النايت دي 6 ولعب نقلة زي إي في دي 4 فدي نقلة سيئة. بيكمل الأبيض روك اي 1 دي 5 نايت في دي 4، والأبيض بيبقى عنده تهديدات خطيرة زي مثلا نايت في سي 6 و اف 3. يبقى قلنا هنا الأسود بيكمل بنايت دي 6 وبيكمل بيشوب في سي 6 بي في سي 6. دفاع برلين بيسمح للأسود باختيار تاني بدال البي في سي 6 بإن هو يلعب دي في سي 6 ويخش في نهاية دور غريبة بتكون التكملة دي في اي 5 نايت اف 5 كوين في دي 8 كش كينج في دي 8. والنظرة الأولى للموقف ده بتقول إن نهاية الدور دي مش في صالح الأسود، ولكن إيمانويل لاسكر وهو بطل العالم الثاني عارض الرأي ده وقال إن الأسود بيتمتع بميزة زوج الأفيال، وده هي كافية إن هي تعوضه عن فقدانه لحق التبييت وإزواج البيادق اللي في جناح الوزير. نرجع للموقف الرئيسي اللي فيه الأسود بيلعب بي في سي 6، بيكمل دي في اي 5 نايت بي 7 روك اي 1 بيشوب اي 7 نايت سي 3 تبييت كوين اي 2 نايت سي 5. ده الموقف الرئيسي اللي بنوصل له من دفاع برلين. والنظريات بتقول ان الموقف ده
الأبيض بيتمتع فيه بتفوق قليل. بنشوف دفاع تاني بيخرج من افتتاح الريلوبيز اللي هو بيبتدي بالإي 4 إي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 بيشوب بي 5، وقلنا إن الأبيض بيهدد بأخذ الحصان اللي على السي 6 اللي هو كان الحامي الوحيد للبيدق بتاع الإي 5. هنا الأسود بيحرك حصانه إلى مربع الدي 4، وده بنسميه دفاع بير، وده بيعتبر حل متطرف لمشكلة الأسود. الأسود حرك قطعة أصلا كانت معبأة مرتين، وده هو بيدينا الفرصة إن احنا نقول إن في قاعدة من قواعد الشطرنج في الافتتاح بتقول كلما كان ممكنا لازم تتجنب إنك تحرك قطعة مرتين في الافتتاح. المبدأ ده بيمثل إرشاد وفي نفس الوقت تحذير، ولكن لازم ما ناخدوش على إنه قاعدة، علشان في مبدأ تاني بيقول إذا كانت أحد قطعك بتتعرض للهجوم ومجبرة على الحركة لابد إن أنت بكل الوسائل تحركها. اللاعبين لازم يعبئوا كل قواهم بأسرع ما يمكنهم، ولكن إذا استثنينا قطعة فإحنا بنهمل بقية القطع. الفكرة من دفاع بيرد إن الأسود بيتخلص من الهجوم بتاع الفيل وفي نفس الوقت بيهاجمه، وكمان بيسيطر على المربع بتاع الدي 4. اللعب بيتواصل نايت في دي 4، ودي نقلة قوية، اي في دي 4 تبييت، سي 6 بيشوب اي 4. الأبيض بنقلته الأخيرة اخترق المبدأ اللي احنا قلنا عليه، وهو ان احنا منحركش القطعة متعبئة مرتين في الافتتاح، ولكنه في نفس الوقت توافق مع المبدأ اللي احنا قلناه برضو ان اذا كانت القطعة بتتعرض للهجوم لازم تحركها بكل الوسائل الممكنة. بيكمل نايت اف 6 دي 3 دي 5 بيشوب جي 5 دي في اي 4. الاسود لو ملعبش الدي في الاي 4 ولعب بدلها البيشوب اي 7 فدي نقلة اضعف من نقلة الدي في الاي 4، واللعب بيكتمل بيشوب في اف 6 بيشوب في اف 6 اي في دي 5 كوين في دي 5 روك اي 1 كاش بيشوب اي 6، ودي نقلة برضو مشكوك فيها بيشوب بي 3. والابيض دلوقتي عنده التفوق. يبقى احنا قلنا هنا ان الاسود لعب دي في اي 4 وبيكمل التفريع دي في اي 4 بيشوب اي 7 اي 5 نايت دي 5 بيشوب في اي 7 نايت في اي 7 بيشوب بي 3 تبييت نايت دي 2. وده الموقف الرئيسي اللي احنا بنوصل له من دفاع بيرد، وبنقول عليه ان الابيض عنده التفوق. اذا كان بيعجبك الموقف ده بالاسود بالنسبة لدفاع بيرد فانصحك بانك تشوف ادوار عليه سواء كنت بالابيض او بالاسود. بنشوف دفاع تاني جاي من افتتاح الريلوبيز اللي هو بيبتدي ب E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب D5، وبنقول ان الابيض بيهدد ان ياخد الحصان اللي على C6 اللي هو الحامي الوحيد للبيدق بتاع E5. هنا الاسود بيرد ببيشوب C5، وده بنسميه الدفاع التقليدي. الاسود بنقلته دهيت بيتجاهل هجوم الابيض، وبدل ما يدافع عن البيدق بتاع الاي 5
لا، هو بيرد بتعبئة قطعة جديدة وهي الفيل. القرار الحكيم ده هو بيسأل الأبيض إيه نواياه بالنسبة للعب في الوسط. الأبيض بيرد C3، وزي ما شفنا قبل كده الأبيض بيفصح عن نواياه بإن هو بيحضر للنقلة بتاعة الجي 4، فبيرد الأسود بنقلة مفاجأة نايت F6. الأسود بيعمل هجوم مضاد على البدء بتاع الأبيض الإي 4، والخط ده هو بيشبه إلى حد كبير الخط اللي كنا شفناه في الطابق الهادي، وبدال مكان الفيل الأبيض على السي 4 بقى على البي 5، وده فرق جوهري علشان الأسود لما بيلعب الدي 5 ما بيبقاش بيهاجم الفيل اللي كان موجود على السي 4. بيكمل التفريع دي 4 اي دي 4، بيرد الابيض اي 5، ودي نقلة قوية. وطبعا دلوقتي الاسود ما يقدرش يرد بالدي 5 زي ما كان بيحصل في الطابق الهادي، هجوم ماكس لانج اللي احنا شفناه قبل كده، فالابيض بيلعب اي في اف 6 وبيكسب قطعة. يبقى اذا في الموقف ده الحصان الاسود لازم يتحرك. نايت اي 4 تبيت، ودي نقلة قوية. الابيض هنا بيستغل فارق بسيط لكنه فارق حاسم، وهو ان قطع الاسود في الوسط متورطة. الاسود كان منتظر في الموقف ده هو ان الابيض يلعب سي في دي 4، فيرد بيشوب دي 4 كش، بيشوب دي 2، نايت في دي 2، نايت بي في دي 2 تبيت، اي 3، بيشوب في دي 2 كش، كوين في دي 2، دي 6، والدور متوازي. ولكن الابيض بيلعب هنا نقلة تبيت وقلنا عليها نقلة قوية. الاسود بيرد دي 5. طبعا لو الاسود كمل ب دي في سي 3 فدي نقلة سيئة. الابيض هيرد كوين دي 5، نقلة قوية، سي 2، كوين في اي 4، سي بي 1 وزير. البدء ده عمل رحلة طويلة جدا، وبيكمل الابيض روك في بي 1، والابيض دلوقتي عنده تعبئة ممتازة، وده على حساب ان هو متخلف ببدء. ولذلك في الموقف ده الاسود بيلعب دي 5، بيرد الابيض نايت في دي 4، نقلة قوية، والنقلة دي هي اقوى حتى من التكملة بتاعة السي في دي 4، وبتكمل بيشوب بي 6، نايت سي 3، والموقف في صالح الابيض. لكن هو هنا الابيض بيكمل نايت في دي 4، وقلنا عليها نقلة قوية، بيرد الاسود تبييت، بيرد الابيض بنقلة قوية اخرى بيشوب في سي 6. الابيض طبعا بيتجنب ان هو يلعب نايت في سي 6 علشان التكملة بي في سي 6، بيشوب في سي 6، بيشوب اي 6، ونقلة قوية للاسود علشان بتهاجم الرخ اللي هو بيحمي البدء بتاع الاف 2 من هجوم قطع الاسود. يبقى قلنا هنا الابيض بيكمل بيشوب في سي 6، وقلنا عليها نقلة قوية، بي في سي 6، بيرد الابيض
بنقلة قوية أخرى F3. والنقلة دي هي أقوى حتى من النقلة بتاعة نايت في C6 اللي بيرد عليها الأسود كوين H4، والأسود بيهاجم البيدق بتاع الF2. فقلنا هنا الأبيض بيلعب F3 وقلنا عليها نقلة قوية، بيكمل نايت G5 بيشوب E3 نايت E6 F4، والموقف ده الأبيض عنده التفوق. إن كنت تحب تلعب الدفاع الكلاسيكي في الراي لوبيز لازم تشوف أدوار بيلعب فيها الأبيض أو الأسود الدفاع ده، وتشوف بيتصرفوا إزاي في مرحلة وسط الدور. هنشوف دفاع جديد بيخرج من افتتاح الراي لوبيز اللي هو بيبتدي الإي 4 إي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 بيشوب بي 5. وقلنا ان الابيض بيهدد بانه ياخد الحصان بتاع السي 6 اللي هو المدافع الوحيد عن بدءه الاي 5. الاسود هنا بيلعب اف 5، ودي نقلة مثيرة للاهتمام وبتدخلنا في دفاع شيلمان. ودفاع شيلمان ده من الدفاعات القديمة اللي بيرد بيها الاسود على الراي لوبيز. فكرة الاسود بيقول ان بما ان الفيل الابيض مش موجود على الوتر E2 G8 فهو بينتهز الفرصة دهيت وبيضرب ضربة خطيرة للبيدق بتاع الابيض اللي في الوسط E4. الاسود بياخد المجازفة بان هو بيفقد احد البيادق المهمة في الدفاع عن الملك بتاعه، ولكن الابيض لازم كمان يلعب بكل حذر علشان يقدر ان هو يحصل على التفوق من افتتاح الراي لوبيز. الابيض بيرد نايت سي 3. اذا الابيض لعب بحذر ولعب نقلة زي الدي 3 بيكمل التفريع اف في اي 4 دي في اي 4 نايت اف 6 تبييت دي 6 كوين دي 3 بيشوب اي 7 كوين سي 4. والموقف اللي وصلنا له بيقول عليه الخبراء ان ده الى حد ما في صالح الابيض علشان الاسود اضعف الوتر بتاع الاي 2 جي 8. لكن هنشوف احنا التفريع الرئيسي بتاع النايت سي 3 بيكمل اف في اي 4 نايت في اي 4 دي 5. الاسود بيقاتل بكل قوته من اجل الحصول على المبادرة، والابيض لازم يلعب بطريقة بتتناسب مع الشراسة بتاعة الاسود. نايت في اي 5 دي في اي 4 نايت في سي 6 كوين دي 5 ونقلة قوية. الموقف بقى بيتسم بالفوضى. اللعيبة الكبار انفقوا اوقات كبيرة جدا في تحليل الموقف ده، ولقوا ان افضل تكملة للابيض هو سي 4 كوين دي 6 كوين اتش 5 كاش جي 6 كوين اي 5 كاش كوين في اي 5 نايت في اي 5 كاش سي 6 بيشوب اي 4. وهنا لازم ناخد بالنا ان لو الابيض لعب بدال البيشوب اي 4 لعب نقلة زي نايت في سي 6 فده خطأ شائع بيقع فيه كتير من اللاعبين اللي بيلعبوا بالابيض، علشان بتكون التكملة A6 نقلة قوية بيشوب A4 بيشوب D7 نقلة قوية، والاسود فاز بقطعة. يبقى قلنا هنا الابيض بيكمل بيشوب A4
وبيكمل بيشوب G7 D4 إيف D3 بيشوب F4. النقلات اللي شفناها ورتنا دور حاد، وفي النهاية ما بيكونش في صالح الأسود بدرجة كبيرة، ولكن دفاع شيلمان بيبقى كأحد أكثر الدفاعات المنبثقة عن الراي لوبيز في الحدة. وهنا لازم نحذر اللاعبين إن التفريعات بتحتاج الكثير من الدقة والتحضير. إذا كان يعجبك إنك تلعب دفاع شيلمان بالأسود أو بالأبيض، فأنصحك بإنك تشوف أدوار على هذا الدفاع الحاد.